السلام عليكم ومرحبا واهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست أنوثة. في الفيديوهات السابقة تكلمنا على الأنوثة وكيفاش تكوني أنثى رقيقة، أنثى قوية، وكيفاش توظفي لغة الجسد ديالك. في هذه الحلقة غادي نهضروا على الغموض الأنثوي، كيفاش تكوني أنثى غامضة. خاص تعرفي أنه كاينة أنوثة ما يمكنش تتحط في إطار، ما يمكنش نقيموها بالكلام وما يمكنش نفسروها بالعقل. أنوثة كتحس قبل ما تشاف، كتسمع قبل ما تنطق، كتخلي أثرها في القلب قبل من العين. هذه هي الأنوثة الغامضة، ذاك السحر الصامت اللي كيخلي كل حضور يكون مميز وكل كلمة ليها معنى. الأنوثة الغامضة ماشي خجل وماشي صمت بدون هدف، هي فن اختيار اللحظة المناسبة، اختيار الكلمة الصحيحة، اختيار الابتسامة اللي كتخلي أثر طويل في ذاكرة الناس. هي القوة مع الرقة، هي الحضور اللي ما محتاج صخب، الغموض اللي ما كيبانش لأي واحد من الناس إلا الناس اللي كيستاهلوا يكتشفوها. لغة الجسد هنا هي المفتاح، نظرة خفيفة، حركة يد صغيرة، ميلان بسيط للرأس، كلها رسائل خفية تعكس شخصية عميقة ومميزة. كل تفصيل من طريقة الجلوس، المشي، وحتى الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة في المظهر كيزيد هالة السحر ديالك وكيخلي الناس اللي حداك يلتفتوا ليك بدون ما يحسوا. ولكن الغموض الحقيقي ماشي غير مظاهر، وإنما في الصوت، نبرة الكلام، واختيار الكلمات، وحتى الصمت اللي محسوب، كلها أدوات باش تصنعي تأثيرك. المرأة اللي عارفة كيفاش تستعمل الصمت بحكمة، اللي عارفة وقتاش تهدر ووقتاش تخلي الآخرين يتساءلوا، هذه هي المرأة الغامضة، قوية وما يمكنش تجاهلها. وأهم حاجة هي التوازن بين الرقة والقوة. المرأة الغامضة عارفة وقتاش تبين رقتها باش تكون جذابة، ووقتاش تبين قوتها باش تفرض احترامها. هذا التوازن هو اللي كيخلي حضورها طبيعي، وكل حركة وابتسامة وكلمة عندهم وزن وأثر خاص. الأنوثة الغامضة هي رحلة يومية، رحلة باش تعرفي راسك، باش تراقبي التفاصيل الصغيرة في حياتك، باش تعلمي كيفاش تكوني انتي حقيقية وساحرة بطريقتك الخاصة بلا تمثيل ولا تكلف. هي رحلة صبر ووعي كتخلي حضورك ممتع وساحر ومؤثر بطريقة ما كيشبهك فيها حتى واحد. في الأخير الأنثى الغامضة عارفة أن القوة ما كتجيش من الصراخ، الجاذبية ما كتجيش بالمبالغة، ولكن من القدرة أنك تكوني حقيقية متكاملة وساحرة بطريقتك الخاصة، اللي كتخلي كل من حداك يحس بالسحر ديالك قبل ما يعرف السبب. الغموض ديال المرأة بحال شي نسيم كيمر بدون صوت، كيحرك القلوب وكيخلي كل لحظة معاها تكون مميزة.